بص كده، لو انت بتفكر تبعت ايميلات لعملاء او ليدز بتوعك، غالبا اول حاجه هتروح تدور عليها هتبقى يا ميل شامب يا اما هاب سبوت يا اما اي اداه تانية او اي اداه من الادوات المشهوره التانية. بس غالبا المشكله اللي انت هتقابلها هنا ان الادوات دي بتكون غاليه جدا جدا جدا. السؤال هنا، هل في طريقه ان ابعت بيها ايميل كامبينز او حملات ايميلات كامله من غير ما ادفع ولا مليم؟ ايوه، زي ما بقول لك كده، ولا مليم. طيب، النهارده هوريك ازاي. خد بالك ان معظم المنصات دي بتديك فري بلان. يعني ايه فري بلان؟ يعني هي بتديها لك ممكن ببلاش، حاجات بسيطه جدا جدا جدا، بس محدوده جدا جدا. لو خلينا بصينا هنا على ميل شامب مثلا ولا حاجه، هيقدر ان هو يقول لك تبعت 500 ايميل ل 14 يوم، بس بعد كده ب $20 في الشهر. بس هنا المشكله بقى ان انت هنا هتلاقي نفسك بتدفع فلوس كتير جدا جدا جدا. يعني خلي بالك ان انت فجأة بعد ما انت كنت بتدفع مثلا ببلاش خالص، بتلاقي نفسك انت بتدفع $20 او $50 كل شهر. ولو حتى محتاج تبعت ايميلات اكتر، طبعا المبلغ بيتضاعف اكتر. غير ان هم حتى كمان بيقيدوا حريتك، لازم تستخدم القوالب بتاعتهم ولازم تمشي على القواعد بتاعتهم. واسوأ حاجة ان احيانا يوقفوا لك حسابك فجأة من غير اي انذار. يعني بدل ما تركز في شغلك وتبني البيزنس بتاعك، بتدخل في متاهة مصاريف ومشاكل تقنية ملهاش اخر. لكن خليني اقول لك، لحد دلوقتي الايميل ماركتنج هو الرقم واحد في العائد على الاستثمار او الار او اي او ريتيرن اوف انفستمنت. الدراسات بتقول ان كل دولار بيتصرف على ايميل ماركتنج ممكن يرجع لك $36. فما تخيلش قد ايه مهم ان يكون عندك نظام تبعت بيه ايميلات بسهوله من غير ما تدفع فلوس. وده بالظبط اللي هنعمله، سواء في حلقه ان هنستخدم الجيميل. في الحلقه دي هنستخدم الجيميل وجوجل شيتس والان تي ان عشان نبني سيستم كامل ببلاش من غير ما تكتب سطر كود واحد. خلينا ممكن نعمل مقارنه سريعه جدا جدا على الميل شامب والهاب سبوت. لو جينا هنا بصينا على الميل شامب، زي ما احنا شفنا او زي ما احنا قلنا، هنا بيبدا بين $20 في الشهر لحد ما ممكن يوصل لاكتر من $50 في الشهر. لو احنا عايزين نبعت $5000 5000 ايميل، هتلاقي ان احنا بندفع $100 في الشهر. والكلام ده على الخطه اللي هي العاديه جدا، يعني لو ما دخلناش على حاجه اكبر من كده بكتير. طيب، لو جينا هنا بصينا على الهاب سبوت هنا، هنلاقينا ان احنا بنتكلم في اكتر من الماركتنج هاب بروفيشنال مثلا، او هنا $9 بير مانث. بنلاقي ان احنا بندفع في الاخر ان احنا دافعين مئات من الدولارات كل شهر. لكن ان احنا بنستخدم الجيميل، كل اللي احنا هنستخدمه بالجيميل والجوجل شيتس والان ان، التكلفه هتكون صفر. يعني الفرق اللي انت بتوفره شهريا بعد سنه ممكن يكون مبلغ محترم جدا تقدر تستثمره في الايميلات او في الاعلانات او في تطوير البيزنس بتاعك. النهارده هنتعلم ازاي نجهز الجوجل شيتس ونحط فيه ليدز، العناوين او العنوان ومحتوى الرساله، وبعدها هنوصلها كل ده بالان ان ونبعت بيه ايميلات بشكل اوتوماتيك. كل ده من غير كود ومن غير تعقيد ومن غير ما تدفع فلوس. الميزه هنا ان انت تقدر تبدا من اول عميل عندك لحد ما يبقى عندك الاف العملاء. السيستم بيشتغل معاك سواء انت فريلانسر او صاحب بيزنس صغير او حتى ستارت اب لسه بيبدا. خلينا نبص على الورك فلو هيكون ماشي ازاي. هو ده شكل الورك فلو اللي احنا عايزينه. احنا بنعمل التريجر بتاعنا البدايه، بندخل على الجوجل شيتس، بنطلع كل الليدز بتوعنا. احنا هنا بنبقى عندنا ده شكل الجوجل شيتس بتاعنا. بيبقى عندنا الاسم، الفيرست نيم واللاست نيم مع بعض او الفيرست نيم عادي بس، وبيبقى عندنا الايميل بتاعه، وعندنا السند ستاتس بتاعتنا هل هو سنت ولا لا، وعندنا التايم اللي هو اتبعت امتى الايميل. وتاني شكل من عندنا من الجوجل شيتس بتاعتنا هيكون عندنا السبجكت والبودي. السبجكت والبودي الميزه بتاعته ان احنا لازم ننوع واحنا بنبعت البوديز بتاعتنا او السبجكتس بتاعتنا لما بالاخص نيجي نعمل ايميل كامبينز، عشان لو بنستخدم اداه زي جوجل جيميل وكده ما تحطناش في خانه السبام. فالاحسن ان احنا نفضل نقعد نعمل شفل ما بين البوديز بتاعتنا والسبجكتس بتاعتنا. خلينا نبدا ونشوف هنا هنكمل بقيه الموضوع ده ازاي. دي الاثنين جوجل شيتس، وبعد كده بناخد الداتا بتاعتنا من كل حاجه فيهم وبنعمل لها اوتوميشن ونقعد نبعت الايميل بتاعنا من غير ما ندفع اي حاجه خالص. خلينا نبدا نغطي الموضوع ده واحده واحده مع بعضينا. اول حاجه هنا بيبقى عندنا التريجر. خلينا نبدا بالتريجر مانيوالي، ان احنا هنا تتريجر، انت تعمل الموضوع بايدك في البدايه.
وتاني حاجة عايزين نكونكت الجوجل شيتس بتاعنا. خلينا نكونكت هنا جوجل شيتس، وخلينا نحط ده على جنب كده من تحت. خلينا نجت الرو ونجت الداتا بتاعتنا. خلينا نجت رو من شيتس. تمام. هنختار من عندنا احنا هنا عاملين الايميل اوتوميشن، الشيت بتاعنا رقم 1. هنجت كل الداتا اللي عندنا. لو عملنا اكسكيوت للسيت اب دي او الستep دي، هنلاقي ان احنا رجعنا كل الداتا اللي في الشيت اللي احنا شايفينها دي. فاحنا كده جبنا الداتا بتاعتنا. تاني حاجة عايزين نعملها، عايزين بعد ما ناخد الداتا دي كلها نتشك على الايميل ده. نتشك هل الموضوع، هل الايميل ده انت بعتله ولا ما بعتلوش. فخلينا نعمل هنا اد، نعمل if، والاف هنا هنشوف لو الفاليو بتاعت الستاتس بتاعتنا، هنعمل drag ودروب is equal to sent، او سوري نعملها is not equal to sent عشان احنا عايزين نجمع كل حاجه كل حاجه مش معمولها سنت. احنا عايزين نجمع كل الداتا اللي في الشيتس هنا عندنا اللي مش معمولها سنت، اي حد ما اتعملوش ايميل، ما اتبعتلوش ايميل. وبعد كده بنعمل اكسكيوت، هنلاقي ان احنا هنرجع الاثنين داتا بتاعتنا. بعد ما بنرجع الاثنين داتا بتاعتنا بندخل على اللوب بتاعتنا، الحاجه اللي هي الخطوه الثالثه اللي هي دي. فبعد كده بنقول if it's true، لو هو صح انت فعلا لقيت داتا جوه، هندخل على اللوب اوفر ايتمز او اللوب اوفر الداتا بتاعتنا. احنا هنا بنعمل باتش سايز واحده، انت هتلف اتريت واحده على كل على كل لوب. تمام. انت عندك هنا لو عمل لوب بطريقه صح، لو خلص الداتا بتاعتنا هيكون دون، لو مش عمل يبقى هيفضل يكمل. احنا هنا عايزين يفضل يكمل، فهنشيل الريبليس مي ده، مش محتاجين ريبليس مي، محتاجين الهوب بتاعنا ان هو يدخل. احنا محتاجين نجيب الداتا بتاعتنا زي ما احنا قلنا من جوجل شيتس، محتاجين نجيب نبعت لكل واحد من الايميلات دي كلها، نبعت له الشيت بتاعنا اللي هو البادي معين والسبجكت معين. مش كلهم هيجي لهم نفس البادي ونفس السبجكت، كل واحد هيجي له حاجه مختلفه عن التاني علشان ما ناخدش سبام. هندور هنا على جوجل شيتس وهنعمل جت الرو، وعايزين نختار الايميل البادي والسبجكت. لو عملنا اكسكيوت هنا هنلاقي ان هو رجع لنا كل حاجه. طيب احنا هنا في عندنا حاجه جميله جدا لو انتوا خدتوا بالكم منها. انا هنا كاتب في السبجكت بتاعي هاي نيم. طب ازاي الهاي نيم ده هيتغير؟ ازاي اغير من كلمه نيم دي اغيرها لكلمه عبد الرحمن، الاسم بتاعي اللي هو الفيرست نيم؟ طب لو مفيش نيم، ممكن الشخص ده نعرف الايميل بتاعه بس ما اعرفش النيم بتاعه. الموضوع ده هنا ساعتها بقى بنكتب كود بسيط هسيبه لكم في الديسكربشن، تقدر تاخده كوبي اند بيست بحيث ان انت تغير الكلمه نيم دي بالاسم اللي انت عايزه، او بكلمه ذير، او وات ايفر الايميل اللي انت عايز، بالسبجكت او بالطريقه اللي انت عايز تكتبها بيها. طيب انا هنا بعد ما خدت الكلام ده كله، انا كده هنا عملت ريتريف للداتا بتاعتي وخلاص اتس سكسس. تاني خطوه بخش عليها اللي هو الكود اللي انا قلت لكم عليه، اللي احنا زي ما احنا عايزين نغير الكلمه نيم، عايزين نغير الكلمه دي التمبلت او سوري الكود اللي احنا هنكتبه ده علشان نشافل. هنقدر ناخد انهي واحد، ناخد مثلا البادي ده مع السبجكت دي، ما ينفعش كل مره بنفس البادي ونفس السبجكت. لو هنا كتبت كود هنكتبه بالجافا سكريبت، انا هنا عشان اعمل الكود كوبي بيست هيبقى اسهل علينا بدل ما نكتبه كله. بس الشرح بتاع الكود ده كله علشان يتشك على كذا حاجه، ان انت بتتشك البادي بتاعك للفورمات معينه علشان تسجل البادي بتاعك او الايميل بتاعك بالفورمات زي ما انت شايف /n والحاجات دي كلها، علشان لما تيجي تسند البادي نفسه، تسند المسج نفسها، تتبعت بنفس الطريقه اللي انت عملت لها سيف بيها. بعد كده هنكسكيوت الكلام ده كله. هو كده ظبط لنا الحاجه بتاعتنا كده، اختار لنا خلاص السبجكت والبادي انهي واحد فيهم. احنا عندنا 2 بس احنا هنا خدنا واحد بس. تمام. بعد كده احنا محتاجين نعمل حاجه اسمها الميرج، ندمج ان احنا عندنا هنا الداتا بتاعت اليوزر اللي هو ده، عايزين ندمج الداتا دي مع الكلام اللي احنا لسه مطلعينه دلوقتي، او البادي والسبجكت اللي احنا مطلعينه دلوقتي. فهنختار هنا
نعمل ميرج. الميرج هنا الابند تو عندنا ان احنا هنا محتاجين نميرج 2 داتا مع بعض. اول انبوت اللي هو ده اللي احنا هناخد من هنا السبجكت والبودي، وتاني انبوت اللي احنا عايزينه من جوجل شيتس 1. من شيتس 1 ده احنا كنا واخدينه من هنا. تمام. الانبوت التاني اللي هو هيكون جاي لنا من هنا اللي هو الاسم والايميل والتاريخ وكل حاجه. لو جينا عملنا ران للداتا دي هنلاقي ان احنا هنا خلاص كده عملنا ميرج. كده احنا بقى معانا السبجكت، البودي، الرو نمبر، النيم، الايميل. تمام. اوكي، دي الداتا ودي الداتا التانية. وبعد كده في هنا غلطة بس احنا عملناها. احنا عايزين نعمل كومباين للكلام ده كله، ان احنا عايزين ندمج الاتنين مع بعض. عشان ندمج الاتنين مع بعض لازم نعمل كومباين، وبعد كده بوزيشن اللي هما الاتنين دول. لو جينا عملنا اكسكيوت ده هيرجع لنا الداتا بنفس الشكل اللي احنا عايزينه، السبجكت، البودي، النيم، الايميل، كله في داتا واحده. احنا كده بقى معانا كل حاجه عايزين نعملها، عايزين نبعتها كل ده على ايميل واحد بس، على اول اكونت واحد بس. وبعد كده تاني حاجه عايزين نروح عندها، ممكن نشيل ده، عايزين نأدت الفيلدز. تمام. لو احنا عايزين نأدت الفيلدز ده معناه ان احنا عايزين نشيل كلمة نيم وعايزين نحط مكانها كلمة عبد الرحمن راضي الاسم بتاعي، او كلمة عبد الرحمن. احنا هنا هنختار ان احنا نعمل مانيوال مابينج. المانيوال مابينج هنا include الاوتبوت بتاعنا دراج ودروب الفيلد هنا. احنا محتاجين هنا البودي وهنزود عليه الاكسبريشن ده، علشان ده معناه ريبليس كلمة نيم. لو انت تشوف اي كلمة نيم هنا غيرها بكلمة بالاسم نفسه، ولو مفيش حط لي كلمة there. فلما يكتب بعد كده لو ملقاش نيم يكتب بدل هاي عبد الرحمن هيكتب هاي there. تمام. وبعد كده نعمل اكسكيوت الستاب دي، هنلاقي ان هو الايميل اتعدل خلاص اهو بقى هاي عبد الرحمن راضي. when patient visit your website the first impression whatever الايميل بتاعك هيكون رايح ازاي. بعد ما الكلام ده كله يخلص احنا كده خلاص خلصنا، ظبطنا الايميل بتاعنا وكل حاجه جاهزه. احنا هنا محتاجين ان احنا نبعت الايميل ده، نبعته عن طريق الجيميل. لو احنا عايزين هندخل على الجيميل بتاعنا send message وندخل. طبعا الايميل تو هيكون احنا عملنا طبعا سيت اب للايميل وكل حاجه، فهنقول الايميل تو لكذا اللي هو انا سوري الايميل بتاعنا هنا تو. السبجكت بتاعتنا هتكون دراج دروب. المسج نفسه اللي هو البودي وهنخليه HTML عشان احنا عايزين نبعت الفورمات اللي احنا بعتينها بيها دي، اللي احنا اوريدي كنا مسيفين بيها. وطبعا هنا ممكن ناد اوبشن append ال n عشان ما يحطش السيجنتشر بتاعت ان الايميل ده اتبعت لك عن طريق n. وبعد كده ممكن ناد سيجنتشر او نعمل السندر نيم. انت مثلا عايز لو انت فاتح شركة، لو انت فاتح قهوة والكافيه ده مثلا اسمه كافيه اكس، وانت حبيت تبعت ايميلات للناس اللي في المنطقة كلها ان انت يا جماعة عاملين عروض كتيرة جدا، فطبعا في الايميل في التوبيك من فوق بتكتب الاسم بتاعك اللي انت عايز يظهر للناس، اللي هو هيقول مثلا كافيه اكس. ده كده الداتا بتاعتنا، الايميل جاهز وكل حاجة. لو انا جيت عملت اكسكيوت ستيب هيجي لي هنا خلاص ان هو اتعمل له سنت خلاص، اللي هو الليبل بتاعي سنت. هو هنا جاب لي انريد عشان انا بعته لنفسي، ده عادي مفيش مشاكل. اهم حاجه ان هو اتعمل له سنت. انت كده بعت اول ايميل. طب احنا عندنا لو احنا هنا بصينا على الليست بتاعتنا اللي احنا عندنا ايميلين وممكن يكون اكتر من 2 ايميل. طب احنا عايزين نبعت الايميلات دي كلها هنعمل ازاي؟ هنا هنخش للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه اللي هو بعد ما بتخلص تتشك، او خلينا هنا نعمل، انت هنا عملت لوب تمام. عايزين ندخل على المرحلة التانية، عايزين نعمل ميرج للديتا اللي انت بعتها والبوزيشن بتاعك ان انت يكون سند. ان احنا عايزين نتأكد بس الاول ان احنا عملنا سند عشان نسيف في الشيت بتاعنا، عشان نعرف مين اللي بعتنا له ومين اللي بعتناهولش نبعت له ايميل تاني. فتاني حاجة هنا
احنا عايزين ناخد الداتا بتاعتنا ونعمل لها ميرج. طب احنا هنعمل ميرج مع ايه بالظبط؟ احنا محتاجين نميرج الداتا اللي خرجت من هنا مع الداتا اللي خرجت من هنا. فخلينا نقاد حاجه جديده اسمها نود جديده اسمها ميرج، والميرج ده هيكون نفس الميرج اللي كان قبل الكومباين برضه بوزيشن الاثنين. طيب احنا هنا محتاجين ادي انبوت ومحتاجين الانبوت التاني من هنا. طيب احنا هنا ليه محتاجين الانبوتس دي؟ لو عملنا اكسكيوت تمام احنا كده بعتنا الايميل تمام، ومحتاجين نبعت الداتا دي اللي هو خلاص اللي هو معمول له سند وكل حاجه اتعملت. احنا محتاجين نسيب الكلام ده كله في جوجل شيتس تمام، ومحتاجين نابديت رو ان شيت تمام. احنا هنا محتاجين append or update row. هنختار من انهي list. عندنا هنا الايميل اوتوميشن الشيتس، محتاجين لوب الموضوع ده مانيولي. طبعا احنا هنا عندنا اكتر من طريقه ان انت ممكن من ضمن الحاجات اللي انت هنا عايزها تعملها ان انت عايز تقول له الايميل اللي انا بعته له دلوقتي ده اعمل لي سجل لي عنده ان هو سنت. فاحنا هنعمل هنا الماتش بتاعنا بالايميل، وهيقول لك هنا عايز انهي ايميل يتعمل له ماتش في الداتا بتاعتنا اللي رجعت. هتلاقي ان احنا عاملين الايميل، فانت لو عملت دراج ودروب هنا للايميل وبعد كده الستاتس بتاعك عايز تقول له ان انت عملت خلاص سنت عشان يبان لك في الداتا بتاعتك. التايم بتاعك انت تقدر تقول له ان انت بعت الكلام ده كله في انهي وقت. فاحنا بنكتب الاكسبريشن ده ان احنا بنقول له ده الديت دوت ناو بتاع دلوقتي، اللوكيشن بتاعك في امريكا او انت في اي مكان في مصر او في الجزائر او في الاردن او في اي بلد بتدخل التوقيت بتاعك وعلشان تعرف انت في انهي وقت بالظبط. وبعد كده بنعمل اكسكيوت. ده كده معناه خلاص ان انت عملت بعت الايميل. لو جينا هنا بصينا هنلاقي ان هو انت هنا عملت سنت والداتا بتاعتك غالبا هنا في مشكله ان احنا هنا بعتنا فيكس. احنا عايزينها اكسبريشن. لو عملنا بند تاني هيجي لك ان انت هنا بعت الساعه 1:03 وخلاص الايميل ده اتبعت، بس الباقيين ما اتبعتوش. فانت عايز ترجع تلف عليهم نفس اللفه من تاني عشان تشوف انت بعت لمين وبعتش لمين. طيب بعد ما احنا هنا خلاص بعتنا للايميل الكلام ده كله، عايزين نعمل لوب، عايزين نروح نعيد الكلام ده كله من تاني. فهنعمل بلس هنا. محتاجين مش عايزين نبعت كله ورا بعضه، عايزين نستنى شويه اتليست 5 ثواني علشان يبعت الايميل التاني، عشان على جوجل نفسه ما يسجلش ان انت سبام. وخلي بالك ان انت في جوجل او جيميل ليك ليميت 500 ايميل في اليوم الواحد. فانت تقدر لو عايز تبعت مثلا 1500 ايميل فتقدر تعمل الكامبين بتاعتك على 3 ايام عشان ما يتعملكش سبام ولا اي حاجه. بعد ما خلاص عملنا الويتنج بتاعنا، بعد ما قلت له خلاص بعد ما انت بعت ايميل عايزك تعيد لي اللوب دي من تاني. عايزك تروح تاني تلوب اوفر وتخش لي على السكند ستيب. ايه هي السكند ستيب؟ ان انت تخش لي على الليست من تاني وتجيب لي الداتا اللي هي ما اتعمل لها، اللي هي ما اتبعتتش مع الداتا الاولى. تمام. لو جينا عملنا رن لده هيعيد من تاني. تمام. لو جينا بصينا على جوجل شيتس انا لسه ما بعتش. طيب خلينا نرجع نبص تاني هنا. لو جينا بصينا هنا خلاص عملنا سيف للفلو بتاعنا، عايزين نكسكيوت كل الكلام ده تاني. احنا عايزين نتاكد ان احنا الداتا دي تتبعت مره واحده بس. فاحنا هنا خلاص شلنا السنت ان هو كده اكنه ما بعتش حاجه، وهنعمل رن او اكسكيوت للورك فلو ده كله. لو انت عملت اكسكيوت للورك فلو هيدخل يجيب الداتا، نيجيت الرو هيبعت، ادي اول سايكل. بعد كده بيدخل تاني سايكل، استنى 5 ثواني اهو. بعد كده هيرجع تاني على نفس اللوب بتاعته عشان احنا كان عندنا 2 داتا، فيدخل تاني ويبعت، هيدخل ما يلاقيش حاجه فخلاص كده هيكون دن. هو كده بعت 2 ايميل. لو عملنا بصينا تشيك على الايميلات بتاعتنا هنلاقي ان هو فعلا بعت. ادي كده الكافيه اكس اللي انا كنت بعت اسمه،
وادي وادي الاكسبريشن بتاعي، او سوري ادي البادي بتاعي، وهات لي سوري ادي البادي بتاعي، وادي السبجكت اللي هو كان باعتها. وده كل ده من الورك فلو الصغير اللي احنا شايفينه هنا. وزي ما شفنا في الديمو ازاي نبني الورك فلو. وكده يا جماعه نكون عملنا حمله ايميلات ببلاش باستخدام جوجل شيتس والان ات ان والجيميل، ونقدر نبعت من عن طريق حاجات تانية كتير. لو احنا عايزين تبعته من اوتلوك هتلاقي نود موجوده جوه الان ات ان، او لو انت عندك السيرفيس بتاعك او السيرفر بتاعك هتلاقي حاجه اسمها اس تي ام بي جوه، تقدر تعملها سيت اب وتبعت من عن طريقها الايميلات بتاعتك. وكل ده من غير كود. ولو عايز الورك فلو ال ان ان جاهز عشان تعمل كوبي بيست هتلاقيه تحت في الوصف، واكتبوا لي في الكومنتات تحب ايه الحلقه الجايه نعمل فيها ايه. اشوفكم على خير، سلام.